جدا وبسيط. لو انت اول مره تعملي الفطير ما عملتوش قبل كده او بتعمليه دايما ومش بيظبط معاكي، تعالي هوريكي المقادير المظبوطه والتركات بتاعتنا الهايله عشان ما شاء الله يطلع معاكي بالعسل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله ده فطير الطاسه يا جماعه. يعني بصي بسم الله ما شاء الله معمول في قلب الطاسه مش فرن ولا اي حاجه. والشكل عامل ازاي، امال بقى لو سويتيه بقى ما شاء الله بقى في الفرن هيبقى عامل ازاي. وكمان مش شرط يعني تعمليه بزبده او بسمنه او الحاجات دي كلها، هقول لك على السر بتاعنا وهيطلع معاكي زي العسل زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله الفطيره عامله ازاي. بصوا عسل عسل عسل. طلعنا ما شاء الله كميه كبيره جدا من 2 كيلو دقيق. هوريكي بقى ان شاء الله احنا عملناه ازاي وطريقه فرد سهله جدا جدا وببساطه. بصي شايفين مورق ازاي وزي العسل وخفيف جدا. بصوا شايفين الجمال يا سيدي يا سيدي. بصوا ومقرمش كده وطري كده وتحفه من جوه.